السلام عليكم يا بنات. النهارده هعمل لكم كيكه البرتقال بطريقه سهله وبسيطه، تنفع للضيوف تنفع للعشاء، تمام، مع كوبايه شاي بلبن. تعالوا بقى معايا نشوف عملناها ازاي والمكونات ايه. بصوا يا بنات، معايا كوبايتين دقيق وربع كوبايه نشا اهو، ومعايا معلقتين خل، معايا كوبايه عصير برتقال، معايا معلقتين بشر برتقال، معايا 3 بيضات، ذرة ملح، باكو بيكنج باودر، ومعايا نص كوباية زيت، وكوباية ونص سكر. تمام، يلا بقى نضرب كل مكوناتنا ونبتدي نشتغل في الكيكة على طول. دهنتها وبطنتها بدقيق، احط بقى الخليط بتاعنا بعد ما ضربناه كله في الخلاط. والفرن ساخن على درجة حرارة 180 كده. خلاص هدخلها بقى الفرن، مش هنفتح عليها الفرن دلوقتي. احنا خرجنا الصينية من الفرن وهي ما شاء الله تحفة. هنقطعها بقى. انا قطعتها، يلا بقى تبرد شوية وبعدين نقدم طبقنا. وبكده يا حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهاردة. عملنا كيكة البرتقال بأسهل طريقة. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. سلام عليكم. بصوا الطراوة بتاعتها اهو، بصوا بصوا ما شاء الله، شايفين؟ تحفة. سلام عليكم.